السلام عليكم، صباح الخير الجميع في عدد جديد في مستديرة المغربية. ونتطرق لعديد من المواضيع من بينها المشاركة المغربية في الأولمبياد باريس والفوز الغريب والعجيب بثلاث نقاط في هذه المجموعة. نبدأ على بركة الله بخصوص المعسكر اللي تيقوم فريق الرجاء في الديار التونسية، فهو معسكر جيد. وأيضا المكتب المسير فهو داير شغله تبارك الله عليه. علاش؟ لأنه رفض استغناء من المعد البدني، وهذا إلا يعني أنه فريق الرجاء عارف اش تيدير. المدرب اللي جابوه الان ماشي شي مدرب، راه قلنا في الحلقات الرجاء هي اللي تدير المدرب، اللاعبين هما اللي تيديروا المدرب، كما داروا المدرب هذا اللي مشى الالماني. حتى هذا المدرب اللاعبين هما اللي تيديروا المدرب، بمعنى المشاركه ديالهم الافريقيه. الهدف الاول هو العصبه الابطال، ماشي نقولوا حنا غادي نجيبوا العصبة الابطال، ولكن على الاقل نحتلوا في التصنيف ديالنا، نطلعوا باش يمكن لنا نشاركوا في الكأس العالم ديال الأندية. وباش نشاركوا في الكأس العالم الأندية خصنا مثابرة وخصنا انضباط في الشغل العمل ديالنا، وتكون عندنا خريطة الطريق وترجع للرجاء للمكانة ديالها الأصلية هو عصبة الأبطال. حنا ما تنقصوش في البطولة، ولكن البطولة فكتعرفوا تتكون فيها المنافسة بين الوداد والجيش والعديد من الفرق الوطنية، ولكن الهدف ديال الجماهير المغربية هو عصبة الأبطال. العصبة الأبطال عمل تيكون شاق بين المكتب والمدرب وبين المدرب واللاعبين، وتيكون تيبغي استقرار وتيبغي انتدابات تكون في المستوى، وايضا الجو اللي تيهيئ المكتب المسير ديال الفريق. نتمنوا من الله انه هاد الظروف تحقق في هذا المعسكر، والايقاعات اللي غادي يجري الوديه الفريق الرجاء يكونوا في المستوى، وهذا المدرب التحق بالمعسكر اللي كاين في تونس، ونتمناو ليه حظ سعيد. مدرب مزيان كاع. شوف اللي كان في التحليل ديال اللقاءات، وايضا دوز بوسعيد كمدرب تكون عنده رؤيه، والرؤيه هي اللي تتلعب باش تغير الماتش ديال الفريق. هو تكون عندك رؤيه ثاقبه وتعرف كيفاش تغير اللقاء. نتمنى لفريق الرجاء حظ سعيد في المعسكر ديالو، يعود ان شاء الله لارض الوطن غالب سالم. ما نعرف واش غيديروا معسكر في ارمينيا في اسبانيا، ولا غيكملوا المعسكر في تونس ثم العوده الى ارض الوطن ان شاء الله لبدايه المنافسات ديال عصبه الابطال في الدور التمهيدي. نتمنى واحد سعيد لفريق الرجاء. اما بخصوص المنتخب الوطني المغربي فغريب الانتصار، والله العظيم انا اش غنقول لك، اش غنقول لكم. ف حنا ما غاديش نلوموا الحكم، ولكن اللجنه الاولمبيه خصها تعين حكام نزهاء، حكام ماشي ذو خبره، حكام بين المغرب والارجنتين او المغرب والبرازيل او البرازيل والارجنتين، خصهم تعيين طاقم تحكيمي دولي بعدا يكون في المستوى، وتنسيقا مع اللجنه ديال الاولمبيه وايضا مع الفيفا، لانه خصهم هنا يكونوا وتكون الامور كلها منضبطه. زيد عليها الشغب، حنا ما تنشوفوش الشغب، ما كاين لا شغب لا والو. بعد هفوات امنيه، خص السلطات الفرنسيه هي اللي تحمل المسؤوليه ديالها على تامين الملعب للاعبين والحكام.
فهذا الشيء تيبقى ديال السلطات ماشي ديال الجمهور، حيت الجمهور دخل للتيران، دخلوا في عديد من اللقاءات الهامه منهم عصبه الابطال ولا حتى كاس العالم كان اختلالات ودخلوا اللاعبين الجمهور عفوا الى ارضيه الملعب. هذا الشيء راه ماشي حيت الجمهور المغرب في عنده الشغب، راه ما دار حتى شي شغب، ولكن هو اللوج خرجوا بعد المتفرجين والقله ارضيه الملعب، فهذا تيبقى هشيش ديال الامن الفرنسي اللي تحمي اللاعبين على المدرجات ديال الملعب. هذا شغل السلطات الفرنسيه ماشي الجمهور. حتى الجمهور الا ما شافش حتى الامن كاين تما راه غيدخلوا كاملين، حيت داك الشيء تيبقى ديال السلطات الفرنسيه. وهذا الشيء اما بخصوص النهج التكتيكي اللي دار سكيتيوي، فهو دار البلوك على الخصم ديال الارجنتين، ما خلاش فيه يلعب كره على راحته، بمعنى عدم ما نخليش ليه المساحات في يستحوذ على الكره ويرجع الثقه ديالو ويبقى يضغط على المنتخب الوطني المغربي. السكيتيوي دار خطه ديال الركراكي اللي تيلعب بها المنتخب الوطني المغربي، هو الهجوم ثم يرجع يدافع. ولكن بعض المشاكل عند المنتخب الوطني المغربي في الثروه البدنيه اللي تيفتقدها، وكاين شي لاعبين اخرين بحال رحيمي مشكور به هنا خصو مابقاش يمشي عند الاربيط وبقى يتغاوت مع الاربيط، لانه اي الغوات او الصداع اللي تيديروا بعض اللاعبين خصهم يتفاداو هنا، لانه تيكلف المنتخب او الفريق بطاقة صفراء أخرى، ثم يمنع نهائيا في مشاركة في لقاء آخر أو دور آخر اللي غادي نحتاجو بحال هاد اللاعبين. إذن خص الهدوء والتركيز ويشتغلوا على اللياقة البدنية، لأنه عرفنا المنتخب الوطني المغربي يلعب في واحد الساعة ديال 2 ديال النهار مثلا، ولكن خص يشتغل المنتخب الوطني المغربي على الثروه البدنيه، لانه الا بغيتي تلعب بحال هذا اللعب هذا تهاجم على الخصم خص تكون عندك اللياقه البدنيه. وراه برافو اللاعبين والله العظيم برافو. انا فاش داروا هذا اللعب هذا في بروميير ميطا قلت انه الدوزيام ميطا يقدروا ينهاروا بدنيا، ولكن بدا المنتخب المغربي في الدقيقه الى لاحظتوا 60 او فاش تسجل الهدف ديال الهدف الارجنتيني، المغرب اصبح انه الثروه البدنيه تنخفض تدريجيا. ولكن السكيتيوي تدارك الموقف بالتغييرات اللي دار في الجوله الثانيه، غير العديد من اللاعبين، بدات التشكيلات توازن البلايص ديالو، ولكن خصو يشتغل على خط وسط الميدان لانه عنده عدم قطع الكره وترك مساحات فين يستحوذ الفريق الخصم الكره ديالو بناء هجوم في خط وسط الميدان. هنا خص يشتغل المنتخب على خط وسط الميدان ويلعب بهذا اللعب، ولكن ما ينساش انه عنده بعض الثغرات في خط الدفاع ديالو. نتمنى الامور انها كلها واضحه، وانا ما باغيش نهضر على شي حاجه اخرى ديال الرئيس ديال فريق الرجاء والكوارث وداك الشيء اللي وقع ليه في المطار وداك الشيء. الفريق الرجاء فهو فريق جيد، عنده الناس ديالو غيورين على الفريق، نتمنوا ليه الحظ مثله كمثل فريق الوداد، نتمنوا ليه تما الحظ والجيش الملكي وجميع الفرق المغربيه، وحظ سعيد للسكيتيوي. انتظرونا ان شاء الله بالميداليه الذهبيه لهذا الفريق، لانه غادي يكون اول فريق عربي اللي غادي يفوز بميداليات ديال الاولمبياد. نتمنى من الله تعالى الله هاد
هذا الحلم يتحقق ويفوز بالاولمبيات، يفوز بالميداليات ديال الذهبيه هنا في هذه الاولمبياد ديال فرنسا، كما دار في نيجيريا ولا ما خاطني نيجيريا، كما فازت بالاولمبي بالميداليات، وتكون المغرب حتى هو انه يفوز بالميداليه الذهبيه لهذا المنتخب. نتمنوا ليه حظ سعيد السكيتيوي وليدات ديالو، حظ سعيد لفريق الرجاء، حظ سعيد للجيش الملكي. إلى اللقاء في عدد جديد في المستديرة الرياضية، وصباحكم جميل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.